راح تكون في تخرج دفعة من كلية الآداب قسم الإعلام. اليوم راح نكون وياهم ونشاركهم الفرحة، خليكم ويانا. إذا مشاهدينا الأحباء متواصلين وياكم وتغطيتنا لتخرج دفعة كلية الآداب قسم الإعلام في جامعة تكريت، ولقائنا مع السيدة الشيخة أمية جبارة مستشارة محافظ صلاح الدين لشؤون المرأة. مرحبا. السلام عليكم، اهلا وسهلا. ببدايه نحب نرحب بقناتكم، هاي القناه الحلوه اللي انفتحت جديد، ونشكركم على حضوركم الاحتفال اللي تقيمه كليه الاداب جامعه تكريت قسم الاعلام بتخرج دفعه البيارقه الحق اللي الدفعه الثانيه لهذه الجامعه. الحقيقه حضرنا الاحتفال بتوجيه من محافظ صلاح الدين لحضور هذا الاحتفال حتى نساند اخوتنا في هذا الاحتفال. الحقيقه لأن الإعلام هو السلطة الرابعة، ويجب أن يكون الإعلام هو الإعلام الناطق بصوت الحق، والإعلام هو دائما يوجه الناس ويوجه الشعوب إلى ما فيه لصالح الأمة وصالح البلاد والحفاظ على الأمن والحفاظ. الإعلام أنا أعتبره يعني الإعلام نصف المعركة لتسقيط أي دولة كانت. هؤلاء كما تعرفين هم طلبة قسم الإعلام أي السلطة الرابعة، ماذا تقولين لهم وهم يشرقون في بلاد مشرق إن شاء الله؟ أقول لهم وهم يشرقون في بلاد ما بين النهرين، بلاد الحضارات، بلاد مسلة حامورابي. الحقيقة نحن العراقيين شعب واعي وشعب مثقف، وإن شاء الله تقودهم مسيرتهم من اليوم، لأن طريق ال1000 ميل يبدأ بخطوة، وإن شاء الله يسيرون على طريق الحق وطريقة المحبة والتعاون والسلام ونشر المحبة والسلام في سبيل الرسالة التي يحملونها، رسالة الإعلام، لأن الإعلام ينقل الحقيقة إلى كل بيت وإلى كل مكان، بالسيارة بالشارع بالبيت بكل مكان تقدر توصل الحقيقة وصوتك المسموع والمرئي لكل الناس بكافة أنحاء الوطن العربي والعالم. شكرا. من منصبك الموقر هذا ماذا تقولين للقناة الفتية قناة سما صلاح الدين بمناسبة انطلاق بثها التجريبي؟ الحقيقة من مكاننا هذا ومن المنصب اللي نشغله كمنصب تنفيذي في محافظة صلاح الدين سوف نكون العون والمساند والمؤيد لهذه القناة المنبعثة من قلب العلم، من قلب محافظة صلاح الدين الناطقة باسم الحق. إن شاء الله التواصل والإبداع والمحبة والسلام. وطلبة المستقبل الخريجين من كلية الآداب قسم الإعلام يشرقون اليوم في حفل تخرجهم هذا، نتمنى لهم كل الموفقية، يا رب يكونون جدها وجدود. خلينا نلتقي بمجموعة من الطلبة حتى نشوف آراءهم في هذا اليوم واللي هو عرسهم، مستقبلهم انطلق وراح يبدي من هاي اللحظة. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. بمناسبة تخرجكم هذا شنو شعور؟ والله فرحانين بمناسبة التخرج وهاي الجمعة الحلوة وهي هاي الوجوه الطيبة، ونسأل من الله للجميع الموفقية والتألق. شو تقول قناة سما صلاح الدين وهي مواكبتكم وبمناسبة انطلاق بثها التجريبي؟ والله نشكر هذه القناة الجميلة على التألق والإبداع بنقل هذا التخرج، ونشكركم. أتمنى لك الموفق. أشكرك. إذا مشاهدينا الأحبة متواصلين وياكم، مرحبا. اهلا وسهلا. متخرج؟ لا. ليش عندك قاعد؟ والله ابن عمي هو اليوم يتخرج وجيت احضر الحفل. شو تقول له؟ شو تقول له اليوم بمناسبة حفل التخرج؟ اقول له الف مبروك، وان شاء الله الازدهار ودكتوراه ان شاء الله، اتمنى له حياة سعيدة، وان شاء الله الامن والاستقرار، وان شاء الله يعني الامن والاستقرار اكثر شيء، يعني اتمنى هذا الشيء. بمناسبة انطلاق بث التجريبي لقناة سما صلاح الدين وهي تواكب جميع العراقيين ودائما تكون بين اهلنا الطيبين، شو تقول لهم؟ اقول لهم الف مبروك هذا شو اسمه الجيل الجديد، واتمنى لهم حياة سعيدة والتوفيق. تسلم. شكرا. مشاهدينا اكيد متواصلين وياكم وراح نلتقي ب يلا تعال نلتقي باحد الشباب ايضا خريجين. مرحبا. حياك الله. مرحبتين.
يا رب كل الموفقية بمناسبة التخرج. حبيبي شكرا جزيلا لك، شكرا لحضوركم وشكرا للحضور الرسمي والحضور الإعلامي الكبير، شكرا لقناتي سماء صلاح الدين وصلاح الدين الفضائية، شكرا لكم. بهذا الشعور بيومكم هذا، هو عرس لكم، أنت متزوج ولا لا أعزب. لا؟ يعني اليوم متزوج مو؟ أكيد هو الشهادة الدراسية يعني هي بحد ذاتها إنجاز كبير لكل طالب. هذه الشهادة الدراسية لطالما كنا نطمح في الحصول عليها على مدى سنين يعني طويلة ندرس، نحن ندرس على مدى 16 عاما، 6 ابتدائية 6. فعلا جهد هاي كل هاي الأعوام اليوم بينكم. يعتبر هو تتويج يعني لهذه المرحلة كلها، خصوصا نحن في اختصاص متميز هو اختصاص الإعلام. الحمد لله رب العالمين دفعة بيارق الإعلام نأمل أن تكون هي دفعة متميزة، دفعة تعطي إيجابية كبيرة على مستوى البصمة الإعلامية التي نرغب نحن أن نتركها على مستوى محافظة صلاح الدين والعراق بأسره. إن شاء الله نأمل أن نعيش في أجواء بعيدة عن مضايقة الصحفيين، هذا ما نأمله أملا كبيرا. كل الشكر والتقدير لحضراتكم، كل الشكر والتقدير للحضور الرسمي الذي حضر إلى هذه الاحتفالية هذا اليوم. شو تقول لقناة سماء صلاح الدين بمناسبة انطلاق بدر التجريبي وهي تواكب منذ خطوتها الأولى، تواكب كل الأهالي، كل الأفراح، كل الشبان، كل المناسبات؟ نعم إن شاء الله نحن نبارك لكم هذه الخطوة، إن شاء الله هذه الخطوة تكون بداية طريق هادف، طريق إعلامي، مشوار إعلامي. المشوار الإعلامي والطريق الإعلامي هو طريق واسع وكبير جدا، نأمل أن تكون هذه القناة هي فسحة وإشراقة في الإعلام على مستوى محافظة صلاح الدين وإن شاء الله على مستوى العراق إن شاء الله. نتمنى لك كل الموفقية يا رب. شكرا جزيلا أخوكم الإعلامي أنس البدري، أهلا وسهلا بك. إذا مشاهدينا نحب نتواصل وياكم ونقول لأخونا مرحبا بمناسبة تخرجكم هذا، يا رب كل الموفقية لكم. أوصف لي شعورك. والله شعور حلو جميل، جمعنا احنا الطلاب هنا المسائي، كانت حفلة حلوة، بدايتها حلوة، كدفعة احنا حلوة، تجمعنا حلو، الفعاليات مال الحفلة كانت كلش حلوة يعني. مرحبا. هلا ومرحبا حياك. بمناسبة تخرجكم يا رب كل الموفقية وتكونون سلطة رابعة حقيقيين للعراق. الله يسلمك، هلا مرحبا. والله احنا محتفلين بهذا التخرج ان شاء الله وان شاء الله حنتخرج وراح نحاول نوصل الحقيقة مهما كانت بعيدة ومهما كانت الظروف صعبة راح نوصلها لشعبنا العزيز ان شاء الله ونتمنى الموفقية ان شاء الله. رجعنا وياكم مشاهدينا الأحبة ولا زلنا في تغطية حفل تخرج دفعة كلية الآداب قسم الإعلام جامعة تكريت، وراح نلتقي بالنائب الأول لمحافظ صلاح الدين الأستاذ إسماعيل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. سيادة النائب بمناسبة حفل تخرج طلبة السلطة الرابعة ماذا تقول لهم وأنت إن شاء الله قبل كل الطلبة؟ بسم الله الرحمن الرحيم. شاركنا اليوم أخواننا وأبنائنا طلبة كلية الآداب قسم الإعلام بتخرجهم، نبارك لهم ونهنئهم بهذه المناسبة. أكيد هذا اليوم هو يوم عزيز على قلوبهم وهم فرحين جدا لأن هذا تعب سنوات عديدة من الدراسة في الكلية وحتى في المراحل اللي سبقت الكلية. أيضا نبارك لعوائلهم، آبائهم وأمهاتهم وأخوانهم وكل من وقفوا بجانبهم حتى وصلوا إلى هذه المرحلة وتخرجوا اليوم هم كأعضاء في السلطة الرابعة. نتمنى لهم مستقبل زاهر ودور كبير في بناء البلد وفي خدمة البلد وفي تصحيح مسار ما يجري في بلدنا. كل المشاكل التي تعاني منها المحافظة والبلد لم تمنعنا من مشاركة أبنائنا هذا الاحتفالية الكبيرة اليوم بهذه المناسبة. مشاهدينا الأحبة لهنا وانتهت جولتنا اليوم في التغطية المتواضعة لتخرج طلبة كلية الآداب قسم الإعلام جامعة تكريت. أتمنى أنه اليوم وفقنا في تقديم هذه التغطية وقدرنا ننقل لكم أفراح الشباب العراقي بتخرجهم هذا. إن شاء الله نلتقيكم بجولات أخرى إذا الله خلانا طيبين، وعلى الود والمحبة لقناة سماء صلاح الدين ولمشاهديها الأكارم. إلى اللقاء. على طار الفرح نحكي حكاية حفلنا الليلة، حكاية عن طموح كبير في رؤيتنا تفاصيله. على طار الفرح نحكي
حكاية حفلنا الليلة، حكاية عن طموح كبير في رؤيتنا الفاصلة، على صاير فرح نحكي حكاية حفلنا الليلة، حكاية عن طموح كبير في رؤيتنا الفاصلة، قصص وايام عشناها تعبها وفرحها حلوين، نعيش اليوم ذكراها سنين وكأنها يومين، قصص وايام عشناها تعبها وفرحها حلوين، نعيش اليوم ذكراها سنين وكأنها يومين، على طار الفرح نحكي حكاية حفلنا الليلة، حكاية عن طموح كبير في رؤيتنا الفاصلة، على صاير راح نحكي حكاية حفلنا الليلة، حكاية عن طموح كبير في رؤيتنا الفاصلة، معلمنا صنع أجيال صياغة عقلنا فن، تواريخ وأدب وامثال يا ربي ترزق الجنة، معلمنا صنع أجيال صياغة عقلنا فن، تواريخ وأدب وامثال يا ربي ترزق الجنة، يا ربي ترزق الجنة.